بص، اللي احكي لك عليه ده واخد 12 سنه حبس دلوقتي. ده راجل دكتور وراجل مستثمر دخل السوق العقاري في 2018. اخد قطعه ارض في الداون تاون في العاصمه، واخد الثانيه والثالثه والرابعه وكلهم اتباعوا، وكلهم كانوا مغرق الدنيا، والشوارع كلها بتاعه التجمع وبتاعه مدينه نصر كلها بيل بوردز باسم شركته. وكان واخد سيلز اوفيس حلو جدا على التسعين الجنوبي بعد الداون تاون على طول، حاجه كده ارضي بالصين على الشارع من بره، شياكه. وبعد كده جه في 2023 اخد قطعه ارض في الساحل على قبل الطريق، وبرضه نزل باعلانات على التلفزيون واعلانات على البيل بوردز مغرقه الساحل كله. وحاليا دلوقتي محبوس. دلوقتي كل الناس اللي اشترت هناك ربنا يتولاها فلوسها، يعني ربنا يتولاها. الكيس زي كده موجود منها كتير. وفي كتير كمان هرب بره البلد. يعني في مستثمر عنده برضه شركه عندها في التجمع وعندها في العاصمه، ودلوقتي الراجل بقى له شهرين محدش يعرف عنه حاجه، وعملوا حجز على عربيته وعلى بيته وعلى الامور دي كلها. هو نفسه فين ما نعرفش، مش مهم هو فين، هو في داهيه. بس الفكره بقى الناس اللي اشترت معاه والناس اللي حطت شقه عمرها عشان تشتري معاه محل ولا مكتب ولا شقه. فيعني رجاء، لو هتحط فلوس تحطها مع مطور مضمون، مع مطور ثقه، مع مطور كبير. غير كده ما تحطش. تجربها ما تحطها مع حد بقاله 15 15 سنه في السوق العقاري وانت شايفه كل سنه بيكبر. انت شايفه. لو انت مش هتشوف كل الكلام ده، خد عربيتك وخد السيلز، شقيه. خليه يلففك على سابقة أعماله ويفرجك على قطعة الأراضي اللي سلمها والكومباوندز اللي سلمها، وخش بعينك واسأل مرة واثنين وثلاثة واسأل في الجهاز. الأمور أنت بتحط فلوسك وتحط مبالغ كبيرة. يا تحط مع مطور كبير مطور ثقه، يا ما تحطش. خلي فلوسك ذهب، خلي فلوسك عقار، سوري، خلي فلوسك ذهب او فلوسك دولار. لكن تحط مع عقار مع ديفلوبر لسه بيجرب، ما بلاش كده. اشتري لك شقه في بيت الوطن، حاجه صغيره حاجه رخيصه ابرك، بس تكون طالعه قدامك، تكون مبنيه، تكون استلام فوري، تكون مع اسم كبير. في الاول وفي الاخر لازم اسم كبير. احنا في الفتره دي شويه ربنا يعديه على خير، شويه بيبقى فيها ازمات. فمين اللي بيعرف يكمل؟ اللي معاه كاش، اللي معاه كاش فلو قوي، اللي عنده بيعرف يعمل دراسه للسوق قوي، اللي بيعرف يعمل حسابات ويعمل نسبه للمخاطر محترمه، الناس فعلا دارسه. فرجاء لو هتحط فلوسك حطها مع مطور كبير ومحترم وثقه.